حال وجبت باديها عقبة بن عامر أي النبي قويم عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله من نجاه محبة بادئة حديث إمام الترمذي باورني يا شيخ الألباني هو الصحيح الأولي مركز النبي عليه الصلاة والسلام نعم والله من نجاه كيف ننجو من عذاب الله بالليل إلهي عذاب كيسسان وقبت بادنا نبي حقول عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك عرب كاغا هيسو كنترول واشيكينا وورنا وهذا ووضنا كورنا دي آخر الله انت الله يماد waxaad ku hadlaysay in la xisaabinayo hadaa ogtay in la xisaabinayo soo hadalka maad controlshay nabi maxamed wuxuu leeyahay badbaado hadaa doonayso arabkaaga hayso gurigaaguna ha ku qaado dadka kale iyo inagu waxaynu ka waranaa hebel baa waxa sameeyay dawladda halka ka boodisay hebel baa waxa kan baa saan yeedhay wadaad kan baa bidco la noqday halkan baa ka baxday cid kale la sifeeya nabi maxamed wuxuu leeyahay wabki ala khatiyatik nin kale tiisa inta dilowda aakhira lagu oran maayo kuwa ka waran koogiya waxa lagu weydiinaya adiga ya akhtaadadi nabi maxamed wuxuu yiri hadaad badbaado doonayso wabki ala khatiyatik dambigaaga la ooy طوبى لمن ملك نفسه ووسع بيته وبكى على خطيئته ولذلك نبغى وحط الماما يعني كأوية إلهي درتي وأوية إنه كم يكوى إلهي سبحانه وتعالى ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عرش الرحمن كقوة هرسنا يا مال انت بدبادية وحنبغى قلت الماما يكوى النار تكبد بادية حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله لبدا حديث بها صحيح إلهي سبحانه وتعالى النار توحكم ممنوع لا يلج النار رجل بكى من خشية الله بدبادده انت تهدوا إلى هيدنا ديمك أويدوي